منى هلا اهلا بيكي معانا في منصه صرمة السعوديه. اهلا بيك، ميرسي. وحشتينا بقى. وانتوا كمان. انا ما شفتكش من السنه اللي فاتت. ايوه. معموله فيلم معموله اول تمثيل. انا كل سنه اضرب لي حاجه كده صغيره واجري. انا معاك النهارده في القاهره السينمائي الدوره 45، شايفين دوره مختلفه ومميزه، في عدد كبير من الافلام من كل الوطن العربي وافلام قصيره كويسه جدا اتفرجنا عليها النهارده. تيتا بقى. تيتا فيلم انا تحمست له جدا لما سمير بعت لي الورق. و اصل هو فكرته مختلفه، يعني هو سسبنس على رعب، على قصة إنسانية ليها علاقة بفكرة الأمومة، وإحنا بنشوف نفسنا إزاي كأمهات، أو علاقتنا بأمهاتنا عاملة إزاي. ف يعني ميكس كده لطيف قوي، ما شفتوش بصراحة في أي سكريبت قبل كده، فعشان كده تحمست للفيلم. دايما منى هلا يعني بتختار اي حاجه تشتغلها بدقه كويسه يعني بتأني كده. ايه اللي شدك اكتر حاجه في الورق؟ ان هو شكله مختلف، يعني الفيلم حسيت ان هو فيجوالي هيطلع حاجة مختلفة خالص على السينما المصرية. يعني هو بيتكلم عن علاقة أم بابنها ومامتها اللي لسه متوفية قريب. فالتريانجل ده المثلث ده كانت حاجة شداني جدا في السكريبت. برضو انه شوية رعب الفيلم، فاهم. شفنا ده وانت يعني المشهد لما الاوضه ظلمت جدا اه. وكانك يعني بيضه هنا بعد كده لقينا ان انت صحيت موجوع كان في اه. مشهد البيضه برضه بتدي احساس ان في حاجه في الأوضة. ايوه. فعشان يعني حسيت ان هو ميكس غريب جدا السكريبت، يعني حاجه عمرها ما حصلت قبل كده، او قد تكون حصلت وانا ما شفتوش. بس جهل مني يعني، لكن بجد. احمد سمير كمان انسان حساس جدا. انا وهو مولودين في نفس اليوم، بس انا اكبر منه ب 15 سنه. فاحنا الاثنين اصدقاء، يعني بقينا اصدقاء بعد كده على المستوى الانساني. ودلوقتي بنكتب مسلسل انا وهو مع بعض، مسلسل كوميدي. خلينا بس في فيلم تيتا، الناس برضه ربطت فيلم زكي شان بمدير التصوير اللي معاكوا. ليه؟ قالوا عشان نهاد. اه. نهاد، ايوه. قالت ان الفيلم يعني يجمع منى هذا الطفل كان صغير جدا بعد كده هما الاثنين في عمل واحد. لا، على فكرة أنا ونهاد اشتغلنا قبل كده في يلا بينا، كان معانا طفل من الأطفال اللي بيطلعوا في برنامج الأطفال زمان. أنا كنت بعمل زمان برنامج أطفال اسمه يلا بينا. فنهاد كان بيطلع معانا في البرنامج از جاست، يعني كان طفل من الأطفال اللي بيشاركوا في البرنامج. زكي شان برضه كان أيوه، بيظهر في بالظبط. بعض الايام اللي فاتت ان منى هذا في القاهره السينمائي هيكون معاها طفل بتاع أيوه. زمان احمد لا، بس هو دلوقتي كان ورا الكاميرا عامل شغل تحفة بصراحة. هو ايوه كتصوير. دي او بي. طبعا شاطر جدا جدا جدا، خريج معهد سينما على فكرة. رأيك بقى في الأفلام القصيرة، يعني رأيك في الأفلام القصيرة اللي شفتيها النهاردة؟ شفنا أفلام متنوعة يعني. انا عجبني جدا الفيلم بتاع محمد حاتم، اسمه حيث ينام الاحياء. ايوه، حيث ينام. اللي عجبني فيه انه الفيلم صامت، هو ما اتكلمش طول الفيلم، بس انا بحب محمد حاتم جدا كممثل. شفنا النهاردة برضو بعض الناس بتدعمك منهم محمد عطية، جه واتبسط بالفيلم وهو خارج عمال يتكلم عن تيتا. محمد اصله صاحبي من زمان، وهو بيحب اختياراتي في الافلام، انا وهو يعني بنثق في اختيارات بعض. عجبني كمان الفيلم الاولاني اللي اتعرض بتاع الست اللي بتحاول تطلق جوزها دي. مش ما اعرفش اسمه ايه، بس الفيلم عجبني جدا. اول فيلم اللي اتعرض خالص. لو منى هلا لو هتقدم نصيحة للأمهات من خلال تجربة فيلم تيتا هتقول لهم إيه؟ انا مش فما اعرفش ادي نصيحه للامهات. ما تضربوش عيالكم. شفناك اديتي الولد قلم بس يعني احنا. ثانية بصراحة بجد. بس هو يعني ده تمثيل، احنا كنا بنمثل ساعتها، لكن انا في الاخر طبعا قعدت اتاسف له وابوسه واحضنه يعني هو عارف، هو اصلا ممثل بروفيشنال، شمس على فكره، ابن الفنانه الجميله ريم حجاب. فهو اصلا من عيله فنيه. فشمس ممثل شاطر جدا جدا جدا. لا، هو بس كان احيانا بيرخم علينا شويه. كان بيمسك اغنيه مثلا من اول اليوم ويقعد يغنيها لغايه اخر اليوم فيجيب لك صوت. بس هو لا، هو شخص لطيف جدا جدا جدا. وحقيقي من الاطفال اللي اشتغلت معاهم هم قد المسؤوليه. ساعه التصوير بيسمع الكلام، ويعني كده، فاهم، عارف اللي هو بروفيشنال. بروفيشنال. عايزين برضو نتكلم معاكي عن التحضير للشخصية، يعني شفناكي يعني بصراحة في المشهد أم حقيقي يعني وحامل يعني اللي أنت كده كده ممثلة شاطرة يعني، بس الاستعداد للشخصية قعد معاكي يعني. احنا قعدنا انا واحمد سمير نشتغل مثلا 3 4 شهور على البروفات وعلى الشخصيه.
وهو احمد سمير عجبني فيه حاجه، المخرج لما بيبقى واثق في الممثلين بتوعه بيسيب لهم براح كده ان هم يحطوا التاتش بتاعهم على الكاركتر. فهو يعني كنا بنقعد بعد كل، يعني انا اقعد مثلا في البيت احضر واكلمه اقول له يا سمير يلا نتقابل، فنتقابل فاقول له انا عايزه اعمل كذا وعايزه اعمل كذا، يقول لي تمام حلو حلو حلو، فبقينا نفتح لبعض اصلا. آم، يعني سكك، فاهم، للشخصيات من خلال حديثنا مع بعض. وهو كان بيسيب لي حريه شويه ان انا احرك الشخصيه زي ما انا شايفاها من وجهه نظري، ودي حاجه بصراحه تحترم فيه، لان يعني المخرج اللي واثق في ممثلينه دايما بيسيب لهم فكره الحريه ان هم يشوفوا الشخصيه من وجهه نظرهم. عايزين نعرف برضو المسلسل بتاعك الجديد، بتحضر مسلسل شكله عامل ازاي؟ منى هلا هنشوفها كما لم نراها من قبل. بنحضر مسلسل كوميدي، هو زي سيت كوم كده، اسمه الكومباوند. آه 30 حلقة، وأنا وسمير ومعانا نخبة من الفنانين الشباب دمهم خفيف جدا. بس فلسه احنا دلوقتي في مرحلة التحضير، يعني لسه قاعدين بنكتب في المسلسل. في مصر ولا؟ اه هنصوره في مصر ان شاء الله. فنانين يعني ماشي، عارفين ان في تجارب شبابيه كتير نجحت الايام اللي فاتت، برضه هل في يكون في معاكم ممثلين محترفين؟ لسه مش عارفين، لو في حد وافق والله اهلا وسهلا، لكن مش عارفة والله لسه يا احمد، يعني احنا في مرحلة لسه بدائية جدا. لسه بنكتب الحلقات اساسا. اخر حاجه، التجارب الشبابيه في مصر الفتره الاخيره شفنا ناس كتير شباب عاملين تجارب كويسه جدا، منهم الحريفه نور النبوي وكل الشباب اللي معاه، طه دسوقي حاله خاصه، في شباب كتير يعني الاعمال ادوها فرصه ان هي تشارك بشكل اكبر. اقول لك على حاجة، يعني هو تقصير مني بصراحة، انا بقالي فترة طويلة جدا ما بتفرجش. ما بلاش الاحراج ده يا احمد. والله يعني حقيقي انا من كتر الشغل، انا لسه راجعة من ايطاليا من 3 ايام. بجد انا من كتر الشغل اللي كنت بشتغله فعلا ما عنديش وقت ان انا اشوف حاجة حقيقي والله، وعارفة ان ده تقصير مني. ف اللي فات سمعتي عنها، ممكن بتتابع مثلا مسلسل على السوشيال ميديا تقرا عنه فتروحي تتفرجي عليه؟ انا جاهز تتفرجي. خالص لما ببقى فاضية بنزل كل الحلقات بتاعت أي مسلسل وأقعد أتفرج عليه مرة واحدة، فاهم، عشان أخلص. لكن فعلا فعلا بجد ما عنديش أي وقت أبدا أبدا أبدا. أنا كمان بطور الفيلم بتاعي الأول، وبكتب كتاب هينزل في ألمانيا السنة الجاية، لسه مش عارفة له تايتل. يعني 50%. اه فحقيقي بجد ما فيش أي وقت خالص إن أنا أتفرج، وعارفة إن ده تقصير مني. اخر حاجه اللوك بتاعك، ماله؟ شفناكي في المسرحيه ولا في الاحلام ما كنتيش كده؟ كنت قاصة شعري خالص، سبته بقى يطول شوية، تغيير. كلمه خير كل الناس في مصر والجمهور اللي بيحبك، ودايما الجمهور رابطك بالباشا تلميذ، مش عارفين ليه مع انك عملتي اعمال كتير، في بعض الشباب رابطينك بالبرنامج، منى توف ده كان برنامج جامد جدا، بس كلمه اخيره ليهم تقول لهم ايه وبيقولوا لك وحشتينا وعايزينك ترجعي؟ ميرسي، ربنا يخليك، انا كمان بحبكم وحشتوني جدا، وان شاء الله تشوفوني في حاجة مميزة. المسلسل بتاعنا الكوميدي ده هيعجبكم قوي.